هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنتعلم مع بعض ازاي لو انا عندي محفظه او كتاب او كفر او اي حاجه جلد طبيعي، ولازم تكون جلد طبيعي، اقدر اغير فيها وارسم عليها واعمل فيها اللي انا عايزاه. انا امنيه، ودي عمرو جلال اكاديمي. كتير مننا بيبقى عنده محفظة جلد طبيعي ويكون عارف انها جلد طبيعي، بس زهق منها، عايز يغير فيها، عايز يرسم عليها، عايز يبقى ليها اي شكل مختلف في الحياة. فخلونا كده ما ناخدش من وقت بعض ونبدأ مع بعض الفيديو، ويلا بينا. بصوا بقى، دي محفظة كانت عندي تقريبا كانت أول محفظة أو تاني محفظة أرسم عليها. وكنت راسمة عليها برضو بصبغة مدابغ عادي جدا، اللي هي ألوان الجلد يعني. فأول حاجة هعملها إن أنا هفك الخياطة بتاعتي عشان أرجع المحفظة لقطعة منفصلة، إني لسه هبدأ فيها شغل. فأنا هجيب قطر عندي يكون صغير، أو لو يفضل جدا لو اللي عرفتوا تجيبوه اللي هو القطر القلم. ليه؟ علشان صغير والسلاح بتاعه صغير، فده هيساعدني إن أنا أكون براحتي ومسكته أريح وكمان دقيق أكتر. بس أنا ما كانش عندي وقتها، فجبت القطر عادي بتاعي وبطرف السن كده بتاعي بالراحة ويكون حامي، وأبدأ إن أنا أقطع الخيط أو أفك الخيط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالراحة واحدة واحدة. واخلي بالي كويس قوي وانا بقطع الخيط ان انا ما خربش في السطح بتاع الجلد وانا بفك الخيط، علشان لو خربشت طبعا ده هيعمل علامة، فلما اجي الون بعد كده العلامة دي هتبقى باينة حتى لو تحت اللون، فهتبقى شكلها مش حلو وهدخل في حدوتة ملهاش داعي يعني. فهفك الخيط كله كده زي ما انتوا شايفين. وهنا كنت بقول لكم ان انا هستخدم صنفرة ناعمة، هي اسمها صنفرة 1000، بتتباع عند موان. ودي تريك كده انا هعملها. هجيب عندي مسطرة والف عليها الصنفرة بتاعتي من فوق، بالظبط زي ما بيعملوا في المعادن. لو حد فيكم يعرف يشتغل في النحاس او في المعادن وكده بيعملوا نفس الحركة دي بالظبط. حاجة مهمة نسيت اقولها لكم، متنسوش تعملوا لايك وكومنت وتقولوا لنا رأيكم تحت، وتسيبوا لنا كمان تعليقات حلوة عشان تشجعنا، وتعملوا لنا سبسكريبشن او زرار الاشتراك، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوجدكم كل حاجة احنا بنعملها. وهنا هبدأ أجيب الصنفرة زي ما قلت لكم على المسطرة، وأصنفر سطح الجلد بالراحة جدا جدا. ولو عرفتوا تجيبوا ورقة صنفرة أكبر من دي وتشدوها على قطعة خشب كبيرة وتستخدموها زي بتوع الموانين والنقاشين، هتكون تحفة بجد، هتبقى حاجة بيرفكت عندي بكتير، لأن دي هتتعبكوا. وفعلا تعبتني قوي في إن هي القطعة كانت بتاعة الصنفرة صغيرة، فمش بتغطي القطعة كلها مرة واحدة، فبضطر ان انا اعمل حتة حتة او الفها زي ما انتوا شايفين كده على ازازة عندي او حاجة عشان تكون مسكتها محكمة اكتر. بس وانتوا بتصنفروا بالراحة واحدة واحدة، وضروري جدا تكون صنفرة 1000 او صنفرة ناعمة علشان ما تخربش جامد، لان الصنفرة الخشنة هتسيب علامات في الجلد كأن حد مخربشها بضوافره. فكل ما كانت الصنفرة أنعم كل ما بتخلي النتيجة أحسن، لأن احنا كده كده مش محتاجين حاجة أكتر من إن احنا بس نشيل طبقة خفيفة جدا حتى من اللون، مش لازم اللون كله. وده بيساعدني في إن أنا أفتح مسام الجلد مرة تانية فيبدأ يستقبل معايا لون من جديد. فأنا هصنفر القطعة وارجع لكم بعد ما اخلصها.
كده انا الخطوة اللي جاية ان انا ابدأ اجيب الالوان بتاعتي واجهز كل الدرجات اللي انا هشتغل بيها. وطبعا زي ما قلت قبل كده، انا بالنسبة لي البيز بتاعي او الحاجة الاساسية اللي بشتغل بيها هو الابيض المدابغ، علشان ده بيكون وسيط حلو وينقل لي اللون اللي انا هستخدمه، حتى لو هو مش لون جلد زي الاكريليك او الالوان المايه، ده بيساعد ان هو ينقلهولي للجلد. فانا حطيت اللون الابيض الاساس بتاعي وخدت لون ازرق عشان ده اللي انا حابه اشتغل بيه. وهبدأ اجيب الفرشة بتاعتي ومش هخفف بقى بالمية خالص زي ما احنا عارفين، وهدمج اللون واكون الدرجة اللي انا عايزاها على الباليتة بالراحة. طبعا يفضل لو انا اول مرة ادرج الوان، اللون اللي ادرجه اجربه بره على قطعة جلد اشوفه شكله عامل ازاي، بس انا كنت عارفاه فهبدأ الون بيه على طول زي ما انتم شايفين كده بالفرشة بتاعتي. وطبعا كالمعتاد حاجة برضو مهمة تكونوا عارفينها، ان اي لون بيتحط على الجلد اول طبقة دي بتبقى زي بالظبط اول طبقة دهان على الحيطة. الجلد بيتشربها قوي قوي فممكن تلاقوها بقت شفافة شوية معاكم، فده عادي جدا ما تقلقوش. هنحط اول طبقة زي ما انا هعمل كده في كل القطع، تبقى طبقة خفيفة مش هتقل فيها اللون، مش هاخد كمية كبيرة، تبقى طبقة خفيفة. وهروح حطها كده على الجلد واسيبها تنشف، بس هي بتاخدش وقت كتير يعني، في الجو ده مثلا ممكن تاخد دقيقتين تلاتة. وبعد ما اعمل الطبقة اللي انا عايزاها الاساسية بتاعة البيز ده، ارجع اخد اللون بتاعي تاني وابدأ الون عليه. ده بيخلي اللون بتاعي قوي وواضح، لان انا لو حبيت اتقل من اللون في الاول واحط كمية كبيرة هيكون مش حلو، الجلد مش هيشربه، هيكلكع، مش هيفضل هيسيب علامة الفرشة في اللون نفسه، فهيكون شكله مش حلو. فزي ما انتم شايفين كده انا رجعت تاني على القطع بعد ما نشفت، اديها اللون بتاعي بقى وادرج واعمل اللي انا عايزاه. انا هنا كنت عايزة ادرج الالوان بتاعتي تكون كل قطعة فيها تدريجة لون من الاغمق للافتح. فهكمل تلوين او هدي الاول الطبقات البيز الاساسية بتاعتي والقطع بتاعت المحفظة. وهنا بعد ما القطعة نشفت زي ما قلت لكم، جبت بقى اللون الأغمق وبدأت أغمق من فوق عشان أنزل لتحت على فاتح، لأن أنا كنت عايزاه مدرج، وده تكنيك حلو قوي قوي ممكن نعمله في الجلد. طيب بصوا بقى، أبديت رقم واحد، هتصنفروا الأول بس، أو لو هتصنفروا ما تدوسوش بالصنفرة على الجلد ولا تكحتوا فيها جامد، يعني مش لدرجة إن انتوا تحسوا إن هو عمل حفر أو حاجات كده. دي حاجة. تاني حاجة، بلاش نحط من اللون طبقات تخينة فوق بعض، عشان خاطر مش هيجي عليها وقت على المسام هتحس ان هي ما شربتش خلاص، يعني مش قادرة تاخد تاني. هي في كمية معينة الجلد بتشربها وخلاص، زيها زي جلدنا. دلوقتي بقى كده خلاص، دول التو ابديت اللي انا كنت عايزة اقول. دلوقتي احنا رسمنا عليها كلها اهي واهي. اوكي، طبعا انا حاولت ادرج، بس زي ما انتم عارفين برضه عشان دي حاجه تبقوا عارفينها لو حابين تسالوا، التدريج على الجلد بالالوان المدابغ او صبغات المدابغ والفرشه ما بيكونش سلس. لو حد حابب ياخد اللاين بتاع التدريج هيحتاج ان هو يجيب الاير برش. الاير برش ده بيكون اداه كده زي الرشاش وليكن بروسر صغير بتحطوا فيها اللون وبترشوا بيها. طبعا دي بتبقى اسهل ان انت بتبقى ماسك الجلده كده من بعيد وبتمسك الاير برش وبتبدا ان انت تحرك اللون كده، ولكن الفرش بتطلع نتائج برضو حلوة جدا. يعني مثلا اهي بالشكل ده بالتدريج ده كده. بس كده. فدلوقتي هنعمل لها الفينش. طبعا زي ما احنا عارفين فينش العسل اهو. نجيب سفنجة نضيفة ونحط عليها كمية فينش كده مش كتير عشان ما يسيحش اللون، لان هو بيكون فيه مية، فنخلي بالنا برضو. ونبدأ نسحب ولما نيجي نسحب بالفينش ما نروحش ونيجي خالص، هي سحبة وشكرا، مش هرجع عليها تاني. بسم الله. اهو زي ما انتوا شفتوا كده، رحت كده وكده وكده وكله في نفس الاتجاه.
واخدين بالكم هو برضو بيدي لمعة شوية، بس في فينش العسل لمعته عادة ما بتقعدش، هي بس مجرد ما هينشف. لو عايزين لمعة قوية قوي هقول لكم تعملوها ازاي، بس لما نخلص الخطوة دي. طبعا زي ما انتوا عارفين اوعوا تحطوا الفينش على الجلد واللون يبقى لسه مندي، لازم اللون يكون بتاعي نشف خالص خالص خالص، علشان خاطر هتلاقوه بيطلع برضو في السفنجة ومش هيبقى حلو خالص. لو حابين نعمل لمعة زيادة بنستخدم كريم الفينش. انا مش عارفة بصراحة لو في حد بلد تانية غير مصر هي عنده بيتسمى ايه، بس هو بيبقى كده، يعني بيبقى كريم كده، بيبقى شفاف. يعني هو في منه، هو لا في منه شفاف وفي منه بني، بس احنا بنستخدم الشفاف بيبقى اسهل. ولو انا بستخدم حاجة ليها لون مروحش اجيب البني، فالبني هيعمل بني على اللون وهخش في قصة ملهاش داعي. فهوري، انا عايزة بس اوريكم اللمعة تبقى عاملة ازاي بتاعته. طبعا احنا بنجيب سفنجة برضو كده، وباخد بيها كمية بسيطة، كمية قليلة عشان هو بيكلكع، فخلي بالكم. وبرضو نفس الحكاية، بسحب مرة في واحدة بس كده اهي. فدي لمعة اللي بتطلع وبتفضل بقى موجودة، دي ما بتروحش، فده اللي بيحب يعمل اللمعة. وبس كده اخر حاجة معايا ان انا هديها فينش للحرف. طبعا ده بعد ما انا صنفرت الحرف بتاعنا زي الفيديو اللي فات كده لما شرحته، بصنفره كويس قوي قوي لحد ما يبقى ناعم جدا جدا. وطبعا لو انتوا من قبليها كنتوا بتعملوا زي ما انا بعمل في الفيديو هنا، ان دي حاجة زي ما تكون اعادة تدوير، فبالتالي الحرف بتاعي اصلا هيكون عليه فينش من قبل كده او لون، فهحتاج ان انا بقى اصنفر بضمير شوية لحد ما اتاكد ان هو معظم، هو كده كده مش كل اللون اللي في الحرف هيطلع، بس على الاقل احاول اوصل ان هو يطلع منه 90% عشان يفتح لي مسام اللون الجديد. فانا هدي صبغة حرف لكل الاطراف بتاعتي، واخلي بالي عشان ما تجيش على الجلد نفسه، ولو جت عادي ممكن الحقها في ساحتها زي ما انا عملت كده وامسحها بالمنديل على طول، هسيبها بقى تنشف من 3 ل5 دقايق. وبعدين الخطوة اللي بعد كده زي ما احنا عارفين بجيب خشبة التنعيم وابدأ اعمل بيها حرف الجلد كده بسرعة بسرعة، علشان خاطر يسخن معايا الحرف واللون يشمع ويدي اللمعة اللذيذة ويقفل معايا المسام. بعد ما عملت بخشبة التنعيم بحب قوي، وعملت طبعا التكنول وسبته ينشف. دي اخر حاجة بقى خالص، ان انا بحب اجيب كريم الفينش اللي انا عملت بيه الجلد، واخد قطعة صغيرة جدا جدا منه، يا دوب بس لحسة كده على صباعي، وامسح بيها طرف الجلد اللي انا عملته بالخشبة وبالتكنول عشان يديني لمعة قوية. لكن لو انتوا مش بتحبوا اللمعة القوية قوي دي مش لازم تحطوا الكريم الفينش، اهم حاجة التكنول والصنفرة وصبغة الحرف. بس كده هو ده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا. ولو فعلا استفدتوا بيه قولوا لنا تحت في الكومنتات استفدتوا بايه وهتجربوه ولا لا، وابعتوا لاصحابكم لو حد مهتم من صحابكم بنفس نوع المحتوى ده. وبس كده، ويا رب تكونوا استفدتوا. باي باي.